من فترة 3 4 أسابيع حكي معي صديق، قال لي أبو أحمد، يا أبو أحمد بخير إن شاء الله. قال لي الحقني. قلت له شو؟ قال لي والله المدام عندها مشكلة. قلت له خير إن شاء الله. قال لي بالليل بتقوم بتنفض ضياتها هيك، عندها وجع بإيدها اليمين أكثر من اليسار، بصير عندها إيدها بتم مخدرة، ما فيها تعطين تشرب فنجان القهوة تمسكه، ما فيها تفتح القنينة، وأنا عم خاف عليها وعم يزيد الوضع معه. طبعا انا لانه بعرفه للشخص وبعرف يعني بعرف المدام، وبعرف انه بتشتغل عندها، يعني عندها شغل مكتبي بشكل دائما على الكمبيوتر وهيك. قلت له جيبها ما تخاف. قال لي يلا هلا شي ساعة زمان مر لعندك. قلت له ماشي اهلا وسهلا. حمل حاله وركب سيارته الزلمة واجا، وانا انتظرته، وكان عندي بالفعل يعني عندي مرضى كتير وعندي ما بس صديق يعني هو كويس وبحبه يعني. طبعا خايف هو وهي خايفة. طبعا أكيد طبعا أنا بمهنة غير مهنتي أكيد ما بعرفها، ونفس الشيء يعني هيك بتصير. اجت طبعا أنا كنت لما خلال الحكي ولما حكاني على التليفون، طبعا أنا صرت تصورت شو ممكن يكون عند مدامته لصديقي يعني. واهلا وسهلا، شربوا شويه قهوه يعني، تفضلوا هيك وفحصتها. طبعا لانه في ثقه دائما، هن اصدقاء، يعني في ثقه كثير بالعلاقه بيناتنا، فلذلك فحصتها سريريا. طبعا كانت خايفه هي انه ما تنشل ايدي وما لك هدي اعصابك. قلنا لا، وين تنشل ايدك يعني هدي اعصابك؟ قلنا لها احمليه خفيف يعني، وين شو اسمه، هن من اللاذقيه بعرفهم يعني، احمليه خفيف. قلت لها هدي اعصابك. والله فحصتها سريريا. طبعا الفحص السريري هو دائما كان احنا كاطباء هو المهم. طبعا قلت لها انه بعد الفحص السريري قلت لها شو عندها. هو هي الحالات دائما يعني بدنا نقول عندنا هون بالمركز يعني شي 3 4 حالات يوميا عندنا من هالحالات هي. هي بسموها انضغاط العصب متوسط. يعني هون العصب هون بصير انضغاط فيه، لانه في هون الوتر بيضغط هون على العصب، وبتصير عندك انت الاعراض. يعني بصير عندك هون تنميل، تخدير، خدر بالايد، تنميل، وجع. بتشوف المريض مثلا بده يحمل شغله بتوقع منه، بده ايام مثلا يفتح النينه. من زمان حتى هيك مرضى كانوا يجونا مثلا. هلا طبعا كل وحده صار عندها غساله وما غساله، تقول لي ما قادر اعصر. لما هيك شغله ما قادر اعصر عصر. هالشي هذا طبعا نحن شايفينه، فلذلك بالنسبة لنا كأطباء يعني بنعرف الحالات هي بتصير. طبعا هديناها شوي وقلنا لها يعني لكل شيء له حل. الحلول لهالشي هذا طبعا بدنا، ما بقول انا دائما انه يعني التشخيص السليم بيوصلني كمان لعلاج سليم يعني. فلذلك التشخيص كان بالنسبة لنا 99 أو لإلي أنا 99% يعني مبين هيك. فلذلك بدنا نتأكد بالتشخيص، بنبعث المريض على تخطيط أعصاب، وبنبلش حتى بالعلاجات يعني. من العلاجات هي أول شيء بنعطيه للمريض سبورت، يعني بنعطيه للمريض مشد بيلبسه أقل شيء ل6 أسابيع. وأغلب شيء بنقول له المريض يلبسه بالليل، لأنه العصب متوسط أو كل الأعصاب بالليل بحاجة للراحة. طبعا بعتناها راحت من كتر ما انه خايف طبعا. لا يعني هو خايف علي اكثر منا يعني. بقى في هون هلا بالمانيا قال بيعطوا نوت فال كود، يعني ايمرجنسي كود. ولانه هو صاحبي مرقنا له ايمرجنسي كود، اعطيناه اياه، بعتناه على دكتور الداخليه العصبيه. طبعا اجوا بعدها بعد يومين 3 يعني، ومثل ما كان التشخيص يعني. وهديناها طبعا واعطينا الحلول يعني لهالشي هذا. طبعا الحلول قلنا لها اول شيء بتاخدي يعني بتلبسي المشد مثل ما قلنا لك 6 اسابيع، بتبعدي عن عمل مكتبي، وبعدين بتاخدي شوية أدوية مثلا، لأنه العصب فيه لما بيكون مضغوط بصير وزمة على العصب. لما بتصير وزمة بصير عندي وجع، بصير عندي خدر، بصير عندي تنميل. يعني الأعراض اللي عم تصير هي لأنه بتكون وزمة على العصب، لأنه بيكون شو، بيكون الرباط ضاغط على العصب. والشغلة الثانية إذا ما صار ما تحسنت،
في الواحد ممكن كمان يعطي إبر على العصب، يعني حتى فيه شوية كورتيزون. يعني نحن بنعرف إنه الكورتيزون ببلادنا العربية بيخافوا منه، بس أبدا أبدا ما لازم واحد يخاف من الكورتيزون بالجرعات الخفيفة. وإذا تحسنت تمام، ما تحسنت في العمل الجراحي، يعني يلي هون بنعمل شيء صغير هون أو من هون شيء صغير على الإيد وبنحرر العصب. وبشكل عام المرضى كلها يعني عند النتائج بتكون إيجابية. طبعا هي من الحالات يعني اللي صديق يعني وكان خايف، لأنه هو أكيد هو مهندس ما إنه طبيب يعني، ومرته بتشتغل عمل مكتبي يعني سكرتيرة. فلذلك يعني هي من الحالات بتمر علينا، وبنشوف كيف يعني دائما انه المريض ما يعني المريض دائما بالنسبه له انه هذا شيء جديد وخوف. اهم شيء نحن كمان الطبيب يعني لازم يشيل الخوف من المريض. هذه كتير كتير مهمة يعني يعني بمهنتنا، مهنة أصدقائنا وزملائنا كلهم، يعني بكل الاختصاصات. كتير كتير مهم إنه أول شيء تشيل الخوف عن المريض، لأنه المريض كمان أول شيء شو بيطلع لك بالجوجل، ما بيطلع لك بالجوجل ما بصير. أو بنسميه نحن إنه بيعمل لك شو اسمه، بنقول له باتسنتن شوبينج، يعني بيحمل حاله بيروح على 50 60 طبيب ومن هون وقريت بالإنترنت. هذا غلط غلط أبدا، لأنه الطبيب هو اللي بيحدد، يعني الطبيب هو اللي بيحدد، لأنه هو المتعلم اللي بيحدد شو الحالة. لأنه في شغلات كتيرة بنسميها نحن بالطب تشخيص تفريقي، يعني ممكن أكثر من شغلة تكون لها علاقة بهالشغلة هي والعكس صحيح. فلذلك الحمد لله هدينا وانبسط وقلنا له أهلا وسهلا. وهلأ أموره تمام، تحسنت على يعني على العلاجات التقليدية، يعني على السبورت لبسناها اياه والأدوية تحسنت والراحة. وهي من الحالات اللي يعني مرت علينا، قلنا له يعني حمول خفيف حمول خفيف، يعني هدي أعصابك. الحمد لله.